اموركم مزيان. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنحاول نشارك معكم واحد الماسك اللي اكثر من رائع بصراحه، كيسد المسامات بخلاصه الفراوله والفريز. خلاصه الفريز عرفتي خطيره البنات، نتمنى ان اي وحده تجربو. كيخلي البشره صافيه ونقيه وكيسد داك المسامات اللي كيكونوا في الوجه ديالنا، كيغطي في نفس الوقت البشره وكيسد المسامات، وصالح هذا الماسك للبشره الجافه ولا الحساسه ولا المختلطه، يعني كاع انواع البشره. طريقه الاستعمال كديروها على الوجه ديالكم واحد 4 ساعات بحال هكا، هو اصلا دغيا كينشف حيت غير الطين الماسك ديال الطين دغيا كينشف، من بعد كتغسلوه. بطبيعه الحال الماء بارد، الوجه ما كيتغسلش بالماء سخون. كنتمنى تجربوه ان شاء الله وترجعوا ليا. صراحه واحد الماسك اللي بيرفكت كما كيقولوا الناس اللي مجربينه. فعلا انا جربته ولقيت عليه فرق من اول استعمال، يعني ملي كتديروا كيبان لكم الفرق، لان الوجه ديالكم نقى والمسامات مع الوقت ومع المده مع المداومه كيبداو ينقصوا، كيبقاوش واسعين بزاف. اللي بغات تجربوا مرحبا بها تجربوا ان شاء الله. هو اي ماسك خصو ما يفوتش البنات 12، ما خاصكمش تفوتوا هاد المده الاستعمال اللي كيكونوا كاتبين هنا في هاد العبايه 12 موا. ما تفوتوش مده الاستعمال ديالها، لا في اي ايكرو ولا ايكرون سولير ولا اي ماسك اي برودوي. يعني تشوفوا هاد لاطات اللي هنا عاطينكم، يعني ما تفوتوهاش، حيت اي حاجه على الوجه يعني شويه الوجه كيكون حساس، يعني ما خصناش نغامروا به بزاف. تكونوا حاطين واحد مده الاستعمال يعني ما نتجاوزوهاش. المهم طريقته سهله، كديروه بالوجه ديالكم كينشف كتغسلوه، ما كاينش فيه شي صعوبه. يعني ماسك اللي واجد كيتباع عند باغا في مال الماكياج، ونتمنى تلقاوه. يعني راه كاين كاع لي ماسكين اللي في خويا الاخرين، كاين خصوصا ديال الوفيرا. يعني اي واحد كيفضل الماسك اللي كيعجبو، النكهه اللي كتعجبو. يعني هو راه فيه بزاف ديال الانواع اللي كتعجبو شي نكهه يجربها، ولكن انا جربت هذا ولقيت عليه فرق شاركته معكم. انا كنشارك معكم غير الوصفات اللي كنكون مجرباها، ما يمكنش لي انا نجرب معكم ولا نشارك معكم شي حاجه يلا او انا اول مره نجربها وننشرها، ما كنجربهاش نهائيا معكم. كنشارك معكم غير الوصفات ولا لا في الجواد لا في اي حاجه. كنشارك معكم الحاجه اللي كنكون انا مجرباها على راسي وصادقه ليا، عاد كنشرها. انا ما يمكنش ليا شي حاجه غير سمعت فيها بانها راه زوينه ولا كتصفي الوجه ولا شي حاجه نوض ولا نشاركها معكم نهائيا. انا كنشارك معكم الوصفات اللي كنكون مجرباهم على راسي وشفت استحسان وشفت واحد الفرق اللي كيكون شاسع، عاد كنشارك معكم. كنتمنى تجربوا حتى نتوما وترجعوا ليا. بالنسبه للبنات واحد الملاحظه نسيت ما قلتهاش لكم، عاد تفكرتها. بالنسبه لهذا الماسك ملي عاد ديروه على وجهكم عاد يحرقكم، ما تخافوا ما والو. يعني ما كاين حتى شي اضرار، ما كاين حتى شي حاجه اللي تخافوا منها ولا تضر البشره ديالكم. ما تخافوش، المهم راه كيحرق واحد شويه واحد كيفوت. يعني بلا ما تخلعوا. المهم الناس اللي عتجربوا ولا تاخذوا ماشي تقولوا غيضركم ولا شي حاجه، راه كاتبين كاع انواع البشره، لا الحساسه لا المختلطه لا اي بشره صالح ليها. واخا يحرقكم ما كاين حتى شي اضرار ليه، كاين زعما حتى شي اضرار على البشره ديالكم. غير هاد الملاحظه نسيتها، قلت نعاود نقول لكم، نقولوا ما شاركت معنا شي حاجه اللي ما هياش. المهم هاد النقطه شاركتها معكم باش ما ننساهاش. يعني ضروري يحرقكم واحد شويه، ولكن راه شويه كيفوت. يعني حتى كتغسلوه كتلقاو واحد الفرق اللي ما نقولش لكم عليه، خصكم تجربوه. الناس اللي كيسولوني شنو كديري لوجهك جربوا هذا الماسك ورجعوا ليا. بزاف كيسولوني فاطمه
عفوا فاطمه وجهك صافي، فاطمه وجهك صافي، شنو كديري ليا فاطمه؟ علاش وجهك صافي؟ المهم بزاف ديال الاسئله كيبقاو يسولوني بزاف، ونجربوا هاد الماسك وطرشوا عليا الناس اللي بغاو